السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ضربة مفك. القناة بتقدم لك كل جديد في عالم الموبايلات والتقنية بطريقة بسيطة ومفهومة لكل الناس. هتلاقوا هنا شروحات سهلة وبسيطة ومراجعات لأجدد الموبايلات في السوق، ونصايح تخليك تستخدم موبايلك صح وتستفيد منه لأقصى درجة من غير تعقيد ولا وجع دماغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيتعرض لمواقف مش مريحة بسبب الموبايل، زي لما صاحبك يطلب الموبايل علشان يتصل، وبعد المكالمة يبدأ يفتح تطبيقات أو يشوف صور ورسائل، أو لما تسيب الموبايل لطفلك فترة وبعد شوية تكتشف إنه مسح ملفات مهمة. ميزة تثبيت الشاشة بتخليك تثبت تطبيق معين على شاشة الموبايل، يعني الشخص اللي بيستخدم الموبايل مش هيقدر يخرج من التطبيق ده بأي طريقة إلا لما يدخل رمز القفل الخاص بالموبايل. الميزة دي موجودة في كل أجهزة الأندرويد تقريباً ومش محتاجة أي تطبيقات خارجية. أول حاجة نفتح الإعدادات، بعد كده نختار الأمان والحماية، أو ممكن تلاقيها تحت اسم الحماية والمنطقة حسب إصدار الأندرويد. ننزل شوية لحد ما نلاقي خيار اسمه تثبيت الشاشة أو تثبيت الإطارات، ولو مش ظاهر بسهولة ممكن نستخدم شريط البحث فوق ونكتب كلمة تثبيت. لما نفتح الميزة دي بنفعلها، وبعد كده نفعل كمان الخيار اللي اسمه طلب رمز القفل قبل إزالة التثبيت. الاختيار ده مهم جدا لأنه بيمنع أي شخص من فك التثبيت إلا بعد إدخال رمز الأمان. بعد كده علشان تثبت تطبيق معين، افتح التطبيق اللي عايز تثبته، وبعدين دوس على زر المربعات اللي بيعرض لك التطبيقات المفتوحة. هيظهر لك فوق التطبيق رمز أو خيار لتثبيت الشاشة، دوس عليه. من اللحظة دي الموبايل هيكون مقفول على التطبيق ده فقط، مش هتقدر تفتح أي تطبيق تاني، ولا تسحب شريط الإشعارات، ولا حتى تشوف المكالمات أو الرسائل اللي بتوصلك أثناء التثبيت. ولما تحب تفك التثبيت اضغط مع بعض على زر الرجوع وزر المربع، وساعتها الموبايل هيطلب منك رمز القفل. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنتات. استنونا في فيديو جديد من قناتكم ضربة مفك.